تحياتي، معاكم مؤمن شلبي وحلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم خواطر زملكاوي. بعد أسبوع سعيد بالفوز بكأس مصر للمرة الرابعة على التوالي، الزمالك يصعد إلى المربع الذهبي في أبطال أفريقيا بعد 11 سنة عجاف، وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب. الزمالك يهزم إنيمبا النيجيري بهدف مقابل لا شيء في ماتش أكد للجميع إن الزمالك يملك موهبة تدريبية جيدة جدا اسمها مؤمن سليمان. الزمالك نزل الماتش عارف عايز ايه ومقسم وقته بشكل ممتاز. تشكيل الزمالك بدأ بالأخطبوط أحمد الشناوي، قدامه علي جبر وإسلام جمال، على اليمين توفيق وعلى الشمال رمزي خالد، قدامهم طارق حامد وإبراهيم صلاح ومعروف يوسف، قدامهم أيمن حفني ومصطفى فتحي، خلف السفاح باسم مرسي. الزمالك بدأ الماتش بهدوء، سيطر على الكورة معظم فترات الماتش، عارفين اننا بنلاعب فرقة مستبيعة وان الماتش ده اخر امل ليهم، وعليه رفض مؤمن انه يغامر بهجوم كان ممكن يتسبب في فتح خطوط وهجمات مرتدة خطيرة على الزمالك. الشوط الثاني بقى ومن اول ثانية وضح للدنيا كلها ان الزمالك نازل يخلص وخلص. احمد الشناوي مفيش كلام يتقال عليك تاني غير انك حارس مصر الاوحد. علي جبر لتاني ماتش على التوالي على وضعك يا وحش. اسلام جمال بالمستوى ده يا رب يكون كوفي يتفرج عليك وانت بتلعب مكانه عشان يتشل. رمزي خالد في تقدم مستمر من ماتش للتاني، خليك زي ما انت. احمد توفيق احسن لاعب في الماتش بلا منافس، وعندك كتير وموضوع الشوط في الفاولات من مسافات بعيدة لو ركزت فيه هتبقى بشير التبعي. طارق حامد وابراهيم صلاح نجحوا بشكل كبير في استعادة الكورة بعد ما تتقطع من الزمالك وبشكل سريع، وده اللي اعطى للزمالك الافضلية على مدار الشوطين. معروف يوسف، انا لسه عند كلمتي انك اكتر لاعب في الزمالك بتستلم صح وتسلم صح وتفكر هتعمل ايه في الكورة وهي لسه جايالك. ايمن حفني واضح انه استلم رايه التحرش الكروي من مصطفى فتحي. مصطفى فتحي انت ما تلعبش اساسي تاني يا ابني، انزل في الشوط التاني على طول. باسم سفاح. شيكا انت بقى يا باشا لازم تبدا كل ماتش اساسي من اول دقيقه عشان تضيع الكورتين اللي انت ضيعتهم دول في الاول، بعد كده ان شاء الله تشتغل على طول. ستانلي الوقت اللي لعبته مش كفايه ابدا اننا نحكم عليك. مايوكا احسن مهاجم في الزمالك يتحرك من غير كوره، عندك كوره كبيره ولاعب تقيل وشد حيلك. مبروك على مؤمن سليمان الفوز على الاسماعيلي والفوز على الاهلي وكاس مصر والصعود بالفريق لدور قبل النهائي في ابطال افريقيا، بس لازم مدرب اجنبي. مبروك يا زمالك، فاضل على الحلم 360 دقيقه، شويه رجوله على شويه تركيز نقدر نروح لأبعد من كده بكتير قوي. عاش الزمالك. سنة 1984 الزملكاوية فرحوا بأهداف جمال عبد الحميد أمام شوتينج ستار 2-0 في القاهرة والتتويج الأفريقي الأول. أما سنة 86 ضربات الجزاء أمام أفريكا سبورت بعد هدفين لأيمن يونس كان التتويج الثاني. سنة 93 وماراثون ضربات الجزاء أمام كوتوكو الغاني عشان ينتهي 7-6 وكان التتويج الثالث. سنة 96 وضربات جزاء تنهي المشكلة أمام شوتينج ستار بعد أهداف أيمن منصور ومدحت عبد الهادي والفوز 5-4 والتتويج الرابع. أما سنة 2002
والهدف الأغلى لتامر عبد الحميد والفوز على الرجاء المغربي والتتويج الخامس. يا ترى إن شاء الله سنة 2016 مين اللي هيجيب الأجوان عشان نشوف التتويج السادس؟ أفريقيا يا زمالك السادسة. هحكي عليهم واقول حكايات، انتوا التاريخ وانتوا الامجاد. حلمي زمراوية كان وإدمان، وعصام بهيج ولا أي كلام. ده فاروق جعفر وحسن شحاتة ولطيف قالها الكورة. لغاية كده انتهت حلقتنا. الحقيقة الموقف اللي حصل داخل جدران النادي الأهلي مدينة نصر يستحق التعليق، لكن احنا هنا أخدنا عهد على نفسنا ومعاكم إن الكلام في البرنامج ده هيكون عن الزمالك وكل ما يرتبط بيه وكل ما يؤثر عليه، ولا أعتقد إن الأمر اللي حصل هناك ده لا هيرتبط بينا ولا يأثر علينا. لكن برضه عشان الحق اللي حصل دي قلة أدب وسفالة. انتهت حلقتنا لغاية كده. اللي تابع الحلقة للآخر يا ريت لايك سواء عجبتك أو ما عجبتكش، واعمل شير واشترك معانا في القناة، ولو اشتركت في حلقة أكيد جاية هتعجبك. أشوفكم الأسبوع الجاي. يا زملكاوي ارفع الراس، الزمالك